دي مش الجونة ولا سيوة، ده رمال ويلنس ريزورت. تعالوا معايا اخدكم في الويكند بتاعي في رمال اللي بالظبط 1.25 ساعة من القاهرة. رمال هو ريزورت فكرته مبنية على الراحة النفسية والحياة الصحية، وأول ما بتدخلوا المكان بتحسوا بفصلته تماما، لأنه صاحب الأرض دي دكتور عادل عبد العال، ومن اختصاصاته هو التغذية والرياضة والطب البديل. فكان عايز الناس تيجي الريزورت ده عشان ترتاح وتاكل بطريقة صحية وتتعلم أكتر عن الزراعة والأعشاب. أول ما تدخلوا هتحسوا إن انتوا فصلتوا تماما عن القاهرة، وده لأنهم مهتمين بكل التفاصيل في المكان، من أول الديزاينز السيمبل الهادية اللي هتلاقوها throughout المكان، وأولها في الرومز بتاعتهم. تعالوا أخدكم روم تور وكمان سويت تور. الريزورت بيقدم اكتيفيتيز مختلفة قوي وويت لوس ريتريتس، واكتر حاجة كنت متحمسة اجربها هي السالت سبا بتاعهم. الفيو بتاع المساج رومز خطير، وعندهم تريتمنتس كتيرة قوي حلوة. اكتر حاجة عجبتني وكانت بالنسبة لي تحفة هو السالت كيف. اول ما فتحت الباب للسالت كيف حسيت اني تحت المية. ريحة الملح بتعمل راحة نفسية مش طبيعية، وكمان ليها فوائد كتيرة قوي. بعد ما خلصنا السالت كيف رحنا نتعشى في المطعم بتاعهم لكل أكله أورجانيك وطالع من المزرعة اللي حواليهم. ولو رحتوا I highly suggest ان انتوا تجربوا الشريمب بارسلي سالاد عشان بجد خطيرة. وبالليل عملوا لنا بون فاير، وكانوا مهتمين جدا انها ما تعملش دخان كتير عشان ما تأثرش على الزرع والبيئة اللي حوالينا. خلاني اكسايتد قوي ان انا تاني يوم اصحى اعمل الفارم تور اللي فيها قعدوا يشرحوا لنا اكتر عن الخضار والحاجات اللي هم زارعينها دي بتتزرع ازاي. الحته الخضراء دي هي دي الورده الصغيره. هي دي، بعد كده تبدا تكبر بقى مع الوقت. ان انا مثلا اكتشفت ان البتنجان الاول بيطلع من الزهره دي، وبعدين بيتحول للبتنجان اللي احنا بناكلها. تقريبا مثلا من 3 سنين ل 5 سنين في الارض. في واحده بص التور دي هيوروكوا كل أنواع الخضروات والأعشاب والفاكهة، ومش بس موجودة في الأراضي اللي حواليهم، موجودة كمان جوه الريزورت نفسه. يعني أول ما تصحوا هتلاقوا شجر روزميري ونبق ليمون جراس رمان، حاجات كتيرة قوي مختلفة حواليكوا حتى وانتوا قاعدين جوه الريزورت. عشان كده أنا شايفة إن رمال من أكتر الأماكن المختلفة والمريحة نفسيا، بتساعد أي حد إن هو have a better lifestyle أو يجرب ريتريت جديد. حاجة مهمة قوي لازم اقولها لكم هو ازاي تروحوا وما تتوهوش. سئمت من الطريق، سئمت من التوهان. ناس كتيرة قوي كتبت لي في الكومنت انه هو في الفيوم، بس الحقيقة انه رمال ويلنس مش في الفيوم، رمال على طريق مصر اسكندرية. اهم حاجة تركزوا ان انتوا اول ما توصلوا عند بنزينة تشيل اوت هتلاقوا قدامها على طول كوبري. تطلعوا الكوبري ده، لان انا للاسف ما خدتش بالي وما طلعتوش، ومسافه كبرت جدا جدا عليا، زود عليا 45 minutes. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب عشان اقول لكم اكتر عن الاماكن المختلفه الغريبه اللي بروحها. See you in my next adventure.